هل تعرفون أيها الإخوة أن الولايات المتحدة الآن اقتربت من التصدير للطاقة، وأنها ستصدر الطاقة من شيء ثاني، شيء موجود لدينا بكثرة في الأردن. احنا كلنا نعرف عن الصخر الزيتي، وهنا دقيقة بدي أحكي لكم شو الصخر الزيتي. الصخر الزيتي هي الصخور اللي بتولد المواد الهيدروكربونية اللي هي النفط والغاز، اللي بتكون لغاية الآن ما استوت، بعدها ما انطبختش طبخ مظبوط، بعد المواد الهيدروكربونية فيها. هذه هي الصخور الزيتية، فبنسميه هذا الصخر الزيتي بعلمنا احنا المهندسين بنقول عنه النفط الصخري. اللي هو الصخر الزيتي بنقول عنه النفط الصخري. احنا بالاردن قديش عندنا حجم من النفط الصخري؟ عندنا حجم اضخم واكبر بكثير اسمه الغاز الصخري. احتياط الاردن من الغاز الصخري يا اخوان يتجاوز 100 مليار قدم مكعب من الغاز في الاراضي الاردنيه. هل الرقم مفاجئ لكم؟ 100 مليار قدم مكعب من الغاز الصخري موجود في الحدود الأردنية. تمتد هذه الصخور من المثنى والمرباع، ليش أقول لكم الريشة؟ لأنه المثنى والمرباع مناطق الريشة، الحدود السورية، الحدودنا مع العراق، وبتنزل للأزرق إلى أن تصل السرحان بسماكات كبيرة، وإمكانية استغلالها والله العظيم بتوفر على خالد طوقان أكثر من المفاعل النووي. طيب إحنا بدل ما أروح على المفاعل النووي، طيب بعدين ما مسوي هيئة الطاقة النووية، بس اشطب نووية وسوي هيئة الطاقة يا أخي، وبدل ما تروح على المفاعل النووي ادرس إمكانية استغلال الغاز الصخري هذا. ما عندك أنت قطر التي أخذت بحجمها وأصبحت تنافس السعودية وتريد أن تمد بايب لاين، يعني الخلاف اللي كان بين السعودية وقطر بالأصل واللي وجدت عليه قناة الجزيرة طلعتها قطر حتى يعني تقف بوجه السعودية، لأن قطر كانت تريد أن تمد خط بايب لاين يوصل غاز من قطر لأوروبا لتغذي أوروبا بدل الغاز الروسي. احتياطي قطر من الغاز 230 مليار. طب أنا قاعد بقول لك إنه الأردن، مش أنا اللي بقول لأنه أنا مش مركز أبحاث، مراكز أبحاث ودراسات موجودة لديهم تقول أن الأردن احتياط الأردن من الغاز الصخري 106 مليار قدم مكعب من الغاز. يا أخي ما أنا جايب طريق. طب ليش؟ في مؤامرة يا أخوان، والمؤامرة أكبر منا، والله أكبر منا، وأسعى بقول لكم كيف أكبر منا. بس أقول شو المصدر الثالث. المصدر الثالث الأزرق يا أخوان. في عنا نفط ثقيل، احتياطاتنا من النفط الثقيل بالأزرق 450 مليون برميل نفط موجودات بالأزرق. طب ليش أروح على المفاعل النووي؟ شو بدي بربه؟ طب ما أستغل هذول بدل ما أروح 10 مليار. طب هذول بكلفني أقل. قيل أن الطهراوي ومن أمثاله هذول قوى شد عكسي، وهذول واقفين أبصر كيف. فأجى رئيس لجنة الطاقة، حتى أقول لكم إنه في بالأردن ناس زي ما حكوا إخواننا يريدون أن ينفذوا مشاريعهم على حسابنا، واللي بيطلع بيدك سوي.